وانا بقى نفسي اعرف انتوا جبتوا الفلوس دي كلها منين؟ انا بقى اموت واعرف انت متضايق ليه؟ ما تخليك في ريتكم، ده انت وشك فقر. تعال اقول لك قصه ميركاتو الزمالك موسم 2025 2026. ركز معايا، الفيديو فيه تفاصيل كتير. مبدئيا كده اعتزال الاساطير كابتن شيكابالا وكابتن عبد الشافي، وبيجهز لهم دلوقتي مباراه اعتزاليه تليق بيهم هما الاثنين. رقم واحد، عدم تجديد التعاقد مع حمزه المسلوسي ورحيله عن نادي الزمالك بعد فتره مميزه جدا جدا جدا. رحيل محمد حمدي بعد نهايه اعارته، ورحيل احمد الرفاعي بالتراضي ودلوقتي هو بيلعب في نادي فاركو. رحيل الجفالي في اللحظات الاخيره من الميركاتو ب 200 الف دولار بما يوازي 10 مليون جنيه مصري. الزمالك كمان من قصه تيدي اوكو حصل على 300 الف دولار بما يوازي 15 مليون جنيه مصري. الزمالك كمان رحل عن صفوف مصطفى شلبي ونيمار للبنك الاهلي بقيمه اجماليه 60 مليون جنيه، شلبي 35 ونيمار 25. رحيل مصطفى الزناري على سبيل الاعاره بعد ما جدد عقده مع نادي الزمالك بقيمه ماليه مش اقل من 6 مليون جنيه. واحمد محمود البكرايت جدد لنادي الزمالك وخرج برضه على سبيل الاعاره بمقابل مجدي يقترب من ال7 مليون جنيه. حسام اشرف كمان جدد مع نادي الزمالك وخرج للاعاره بمقابل مادي برضه يتراوح ما بين ال7 مليون جنيه وال8 مليون جنيه. مهاب ياسر يرحل مجانا الى حرس الحدود بعد التنازل عن مستحقاته من قبل نادي الزمالك، وكمان ليه نسبه 20% من بيعه في المستقبل من حرس الحدود. كمان محمد عاطف اعاره الى طلائع الجيش بعد تجديد عقده مع نادي الزمالك بمبلغ حوالي 7 مليون جنيه. كمان الاثنين اللي تحت السن جيفرسون كوستا وسيدي ناداي الاثنين رحلوا عن صفوف نادي الزمالك بعد فسخ العقد بالتراضي. اما بقى الزمالك جاب 10 صفقات سوبر، تعال اقولهم لك بسرعه. الزمالك تعاقد مع اخوان الفينا اللاعب البرازيلي بمبلغ حوالي 600 الف دولار لمده 4 سنين، وبالمناسبه مرتب اللاعب حوالي 300 الف دولار، والفلوس دي هتتجزأ على مراحل. اما المهاجم عدي الدباغ فالزمالك قدر يتعاقد معاه ب 350 الف دولار على دفعتين، الزمالك دفع الدفعه الاولى وناقص الدفعه الثانيه. اما عندنا ادم كايد والمهدي سليمان الاثنين في صفقه انتقال حر، اللعيبه جايه فري بس الاثنين دول فعلا يقدروا يفرقوا مع نادي الزمالك، حارس مرمى ولعيب وسط ملعب مهاجم باذن الله يكسروا الدنيا. كمان الزمالك تعاقد مع محمد اسماعيل بمقابل مادي يقترب من 40 مليون جنيه ولكن تم دفعهم على قسطين. اما الجناح الانجولي تشيكو بنزا فالزمالك قدر يخلص الصفقه دي ب 700 الف دولار وهيتم تقسيط الدفعات على 3 اقساط. مع عمرو ناصر واحمد شريف الاثنين جايين من نادي فاركو، الزمالك جاب الاثنين بحوالي 60 مليون جنيه وهيتم تقسيط الدفعات، وبالمناسبه ما كانش في مقدم في الصفقتين دول. اما الموهبه المغربيه عبد الحميد معالي الزمالك قدر يتعاقد معاها ب 500 الف دولار ولكن هيتم تقسيط الدفعات على 3 اقساط زي شيكو بنزا بالظبط. عزيزي الزملكاوي، انت في حضره جون ادوارد.